أعتقد أنهم سوف يكتفون بالمباينات والتنديدات والاستنكارات كعادتهم، لأن المصالح التي تربط بعض دول أوروبا والحزب الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية مترابطة ذاهبة نحو الانبطاح أمام المفاوضات الإيرانية التي تجري حاليا. بالنسبة لموضوع أنهم يعتبرون هذا جريمة قانونية أو لا يعتبروه، فهذا للأسف هو يأتي ضمن دكتور عبد ازدواجية العزيز تسمعني؟ المعايير التي طيب، دكتور عبد العزيز تسمعني؟ لأنه أنت ذكرت مسألة مهمة، المصالح. هل تعلم أنه أكثر أو بعض الدول الأوروبية التي تدعي أنها يعني تعادي إيران، هناك التجار يتجولون لتسويق النفط الإيراني داخل تلك الدول؟ ألا تعلم ذلك؟ بكل تأكيد هناك مصالح مشتركة علنية وسرية بين تلك الدول الأوروبية، وحتى بين الولايات المتحدة وإيران، وحتى بين إسرائيل وإيران. وهذه المسرحية التي يحاولون خداع الشعوب العربية بها بحق الرد وضرب الإيرانيين في سوريا، هذه مسرحية متبادلة من أجل تغذية الشعوب بمسلسل أن إيران هي عدو لإسرائيل وإسرائيل هي عدو لإيران. أعتقد أنها تمثيلية مشتركة. ولنعود للعام 2009 على ما أذكر، عندما صرح رأس النظام الإيراني آنذاك علي خامنئي بأن ترويج المحتوى يعد السلاح الدولي الأكثر فعالية ضد الأعداء الأجانب.